السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شطار؟ عرفنا المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات ازاي ان احنا نحول المفرد لجمع مذكر سالم وازاي ان احنا نطلعه. النهاردة هنشرح جمع المؤنث السالم، بس زي ما تعودنا ان احنا قبل ما ندخل في الدرس لازم نعمل ايه؟ نسأل سؤال: ايه هو الركن التاني من اركان الاسلام؟ إقامة الصلاة. برافو عليكم. يعني إيه يا مس؟ يعني يا حبايبي إحنا بنقابل ربنا في اليوم 5 مرات، نقوم نتوضى ونصلي ونحكي مع ربنا، وربنا بيكون فرحان قوي لما إحنا نلب النداء ونسمع كلامه لما ينادي علينا ويقول حي على الصلاة. طيب دلوقتي انت عاوز تبقى مؤدب وتبقى شاطر في مدرستك، صلي وحافظ على صلواتك وخليك فاكر ان هي اول حاجة هنتحاسب عليها. يلا بينا على درسنا. يلا يا مس. سوبر الجمع المؤنث السالم يعني بنات كتير. طيب يا مس، ايه شروطه بقى؟ اول حاجة زي ما كان الجمع المذكر ليه شروط، كذلك برضو الجمع المؤنث ليه شروط. اول حاجة لازم تكون كتير بس مؤنث، لازم تكون اسم، لازم يكون ان احنا لما نرجعها للمفرد بتاعها تكون سليمة مش متكسرة. ماشي؟ يلا بينا. كلمة تلميذة اهي يا مس، كلمة تلميذة مؤنثة، نحط الكلمة يا مس زي ما هي كده ونشيل التاء وزود الألف والتاء تبقى تلميذات. طيب كلمة طالبة أحط يا مس طالبة اهي واعمل ايه؟ شيل التاء وزود الألف والتاء تبقى طالبات. طيب مكتبة أعمل ايه؟ برافو، أشيل التاء واكتب مكتبات. طيب معلمة، شيل التاء واكتب الكلمة يا مس وازود الألف والتاء تبقى معلمات. طيب نشيطة نفس النظام يا مس، أعمل إيه؟ أشيل التاء وازود الألف والتاء تبقى نشيطات. طيب مش أي كلمة يا مس فيها ت مربوطة نحولها على طول جمع المؤنث السالم. ليه يا مس؟ عشان في كلمات شقية ملهاش يا مس انها تتجمع بالالف والتاء، زي كلمة مياه. ينفع اقول مياهات؟ لا غلط، احنا عارفين ان الماء جمعها مياه. طيب امرأة، ينفع اقول امرأات؟ غلط يا مس، امرأة جمعها نساء. يبقى في كلمات يا مس لها جمع كده ثابت بتتحفظ زي ما هي. طيب ومش اي كلمة يا مس فيها الف وتاء يا حبايبي نقول عليها جمع مؤنث سالم. ليه يا مس؟ لو احنا شلنا الزيادة بتاعتنا، لو ادتني المفرد سليم يبقى جمع مؤنث، ما ادتهوش سليم يبقى مش جمع مؤنث. تعال نجرب، يلا نجرب. كلمة اوقات، ابيات، اصوات. لو حد شافها يا مس يقول دي جمع، ده فيها الف وتاء تبقى جمع مؤنث ونجري نكتبها على طول. بس المس قالت يا حبايبي قبل ما نكتب اي حاجة تعالى كده نشيل الزيادة، لو ادتها لي سليمة تبقى جمع مؤنث. شيل الالف والتاء. ادتني اوق، تنفع يا مس؟ لا يا حبيبي ما تنفعش. طب ابي، شلت الالف والتاء بقى لي ابي، تنفع يا مس؟ لا ما تنفعش. طب اصو، شيل الالف والتاء بقى لي اصو، تنفع يا مس؟ لا يا مس ما تنفعش. طيب يا حبايبي جمع المؤنث السالم بيجي عاقل وغير عاقل، انما جمع المذكر السالم يا حبايبي شرطه الاساسي ان لازم يكون عاقل. طيب يلا نصنف الكلمات دي ونشوف دي جمع مؤنث سالم ولا لا. يلا يا مس. كلمة فلاحات، اتأكد يا مس؟ دي مؤنثة. طب فيها ألف وتاء؟ يا مس. طب ينفع ارجعها للمفرد بتاعها؟ فلاحات مفردة فلاحة، شيل الألف والتاء وزود التاء المربوطة الأصلي بتاعها يبقى تنفع يا مس تبقى فلاحات. طيب محيطات. طب مس قالت شيل الزيادة وشوف هتديني المفرد ولا لأ. شيلنا الألف والتاء بقت محيط.
ايه ده؟ مش احنا عندنا في اللغة العربية او في كتاب الدراسات اللي هو المحيط بتاع البحر يعني بتاعنا؟ يبقى كلمة محيط مفرد. طيب هنا هتبقى جمع ولا لأ؟ ادتني جمع يا مس عشان انا شلت هنا الالف والتاء قصدي، اتبقى لي كلمة محيط مفرد. سليم يا مس، يبقى محيطات. طيب كلمة أصوات، شيل الألف والتاء اتبقى لي أص، وتنفع؟ لأ غلط، ما تنفعش. طيب مسارات، شيل الألف والتاء، مسار. سليمة يا مس، مفيش حاجة متغيرة، اداني مفرد سليم يا مس، يبقى مسارات. طيب مجتهدات، شيل الألف والتاء كده، رجعها لمفردها ورجع التاء المربوطة لأصلها، مجتهدة. صح يا مس، تنفع مجتهدات. طيب أبيات، أنا لسه قايلة فوق شيل الألف والتاء، ادتني أبي، في حاجة اسمها أبي؟ لأ ما تنفعش يا مس، جمع المؤنث السالم. طب رحيمات، شيل الألف والتاء يا مس كده، رحيمة، ما هي مؤنث عايزين نرجعها مؤنث، رحيمة، تبقى تنفع يا مس رحيمات. كده يا حبايبي انا خلصت معاكم الفيديو النهارده. المره الجايه ان شاء الله هناخد جمع التكسير وهنشوف هنطلعه ازاي، وهل الجمع ده ليه حاجات معينه او ليه اسس زي الجمع المؤنث السالم فيها الف وتاء، والجمع المذكر السالم فيها واو ونون ولا ياء ونون. هنشوف المره الجايه باذن الله. استنونا في فيديو جديد ودرس جديد مع مس ام البنات.